أعزائي صباح الفل. عمال بفتش على وقت ومكان كده عشان أعرف أتكلم فيه وأقف في حتة أقف فيها، ولأجل حظي اخترت هذا المكان الموحش المفعم بالظلام واحنا الظهر، علشان أقف أتكلم فيه. وكان ما فيهوش صريخ ابن يومين، يا دوب ركنت دبانة لم النقدة، وأنا في انتظار بعض الأشكال الوسخة الذين لا يحترمون مواعيدهم والذين يخلونا يلطعونا في الشارع. وأنا في انتظارهم قلت إيه، ما أتكلم معاكم على الماتش. ولاجل ان الموضوع بتاع الماتش ده حاجه جوايا حاجتين عايز اتكلم فيهم. فالحاجه الاولى هتبقى من مدرجات الثالثه شمال بتهز جبال، وهتكلم على اني بقى اهلاوي معصب فشخ، وهحكي بقى وهري البطوله والخمسه على التوازي والحاجات دي، وهتكلم بشكل ما على الماتش. وده الجزء المهم. الجزء بقى الذي اميل اليه اكثر والذي القريب اكثر الى قلبي اللي انا هتكلم فيه بقى الموضوع التاني. اعتقد لو الفيديو طلع طويل هيبقى 2، لو طلع قصير لا مؤاخذه هيبقى 1 بس. سلام عليكم. الان انتهت امس مباراه الاهلي ومازيمبي بفوز النادي الاهلي 3-0 وصعوده للنهائي بطوله دوري ابطال افريقيا للمره الخامسه على التوالي والمره ال17 في تاريخه في سعيه للنجمه ال12 في البطوله. كانت المباراه امس في استاد القاهره بعد ما تعادل الاهلي مع مازيمبي، او الاهلي مع مازيمبي في هناك في كونخو الديمقراطيه او كونخو بس مش عارف. 0-0. وبعدين بقى الجيل الاهلي قعد يترازى الشوط الاول لحد ما خلص الماتش 3-0. سريعا بقى الاهلي عمل ايه؟ الاهلي مازيمبي بس جه لعب بخطه كده مش منطقيه. يعني انت مش قد القح ما تقولش قح يا عينيا، والله انت مش قد الدح ما تقولش قح. نازل بقى عايز يضيع وقت من الاول. الخطه كانت تقلبان يعني في الماتش. انا هنزل اضيع وقت في الاول وهعمل نفسي باتحاد بليده الجزائري، وانا اسف يعني كل اخواننا في الجزائر بس العافيه حكمت. وهقعد اكلح في الاول كده ومش هخليك تعرف تمسك كوره عشان الماتش يفضل 0-0 عشان اوصل ضربات الجزاء بالجون ال6 متر اللي انا بلعبه ده حارس المرمى يعني. فايه الدنيا تظبط. وبعدين ده الشوط الاول كله نجح فيه نجاح باهر نجاح منقطع النظير. وساعدوا في كده الاشكال الوسخه اللي بتلعب في النادي الاهلي. النجوم اللي كانوا نجوم كلهم امبارح. احنا كسبنا 3-0 فما ينفعش يكون حد اشكال وسخه، كلهم نجوم مدعاني وكله. فهعمل ايه؟ انا هقعد اكلح الشوط الاول وبعدين هاجي الشوط الثاني. اول ما الشوط الثاني يبدا اتشقلب اهاجم ومش عارف ايه ليه، عشان التانيين يبقوا خدوا دش سخن ان انت مش عارف تسرع الماتش ومش عارف تتحكم في الريتم وبتاع، فينزلوا عايزين يسرعوا الماتش ويتحكموا في الريتم وبتاع. فانا ايه؟ ارزعهم. وقد كان الكره اللي طلعها كابتن طيار كابتن اكرم توفيق من على خط المرمى، والكره الثانيه الجون اللي ما اتحسبش اتحسب بالهاند وهاند وبول ومش عارف ايه. فكده يبقى ايه؟ مازيمبي عملت اللي عليها. انا كلعت الشوط الاول وطلعت 0-0 والاهلي متلخبط ومش عارف يروح. وفككم الفرص، مفيش غير كره عمرو السوليه هي اللي يمكن تتحسب فرصه، مش لا شبه ولا زفت بس فرصه وخلاص. فالاهلي ما عرفش يتصرف في الكلام ده لحد ما الجون بقى ما اتحسبش. فالاهلي فاق بقى ويلا بينا ويلا نجري ويلا مش عارف ايه. ليه؟ علشان مازيمبي فرقه ضعيفه. ما هي لو فرقه قويه مش تيجي تعمل كده. عشان بس نتكلم في موضوع الترجي دلوقتي. مازيمبي فرقه ضعيفه فهي جايه تلعب على قد امكانياتها. وليه مازيمبي فرقه ضعيفه؟ عشان مازيمبي كونغولي. مفيش كونغولي في منتخب الكونغو بيلعب في البطوله دي يا جدعان. خلي الكلام ده للفيديو الثاني. فمازيمبي فرقه على قدها شبح وبنجري وبنلعب وبنضرب وعيال صغيره ومسكوا عمرو سلامه صاحب كرامته الارض. كل حد بيخش بيديله كتف بيطيره تمام. عيل عنده 20 سنه وواحد عنده 37 سنه فتمام يعني. انما الفوقه جت بقى. الفوقه بقى بتاعت ايه؟ بتاعت الجمهور. علشان كده وحياه ربنا الواد ابن اختي امبارح بيسالني بيقول لي هو انت كنت التراس؟ قلت له ما اتمنيت انا اكون التراس بس ما عرفتش عشان هم فعلا صعبين جدا بيبذلوا مجهود غير طبيعي. الالتراس انا متخيل ان هي جماعه منظمه وفي ليها هيكل قوي اكتر من مؤسسات كتيره في الدوله. خلينا نقول اكتر من مؤسسات رياضيه كتيره في الدوله. اللي بيتحاربوا بقى لهم 11 ولا 12 ولا 13 سنه بيتحاربوا، وبعدين تحتاجهم في بطوله افريقيه تلاقيهم مالين الاستادات التراس بجميع انتماءاتهم يعني. تحتاجهم في ماتشات الدوري تلاقي مدرجات ثالثه شمال تحت وفوق. مش عارف 25,000 تذكره خلصوا من قبل ما الماتش يبدا اصلا. بيفضلوا 100 دقيقه امبارح 100 دقيقه بيشجعوا ما وقفوش. لطيف ان يبقى البنات اللي موجودين على الاصدقاء البنات اللي موجودين في الماتشات ومش عارف ايه حاجه لطيفه جدا. بس لسه كان الالتراس بغض النظر عن مسماه هذا النوع من الجمهور المحب العاشق المنتمي اللي بيشجع بقلبه بحماس الشباب مش عارف ايه كله. وجوده مهم جدا جدا في المدرجات وفرق امبارح السماء والارض. خلي اللعيبه اللي تتكلم بلاش احنا يعني اللي بنتفرج على التلفزيون على محمد علي على علي محمد علي على بي ان. المهم فما قدرتش انا زمان بقى اكون في الالتراس عشان هم صعبين جدا وعندهم اجتماعات وبيعملوا حاجات من قبلها وبيروحوا الماتش من الساعه 1 الظهر وبيدفعوا فلوس كتير معيش فلوس ومش عارف ايه وبيقعدوا يتفقوا. انا ما كنتش اقدر على الكلام ده. فكنت بروح الماتشات اقعد وراهم واقعد بعمل زيهم واروح بلبس زيهم وبندر ودف وبتاع علشان خاطر ايه؟ ابقى احس ان انا منهم شويه. حتى في ماتشات المنتخب يعني.
فتعالى نتكلم بقى على اللي حصل ايه. المازيمبي عمل ايه الشوط الاول؟ تعالى المازيمبي عمل ايه الشوط الاول؟ المازيمبي فضل يجرجر في النادي الاهلي ان انا مش هخليك تعرف تمسك كوره، مش هخليك تعرف تتحكم في الريتم، مش هخليك تروح بهجمات خطره، هخلي كل هجماتك عشوائيه مالهاش 30 لازمه. محمد هاني يروح يشوط كوره بالعرض فالناس تقول يا وسام ابو علي ما جابهاش ليه؟ مش عارف ليه، كان عايز يجيبها ازاي انا مش فاهم يعني. وايه وضرب وضرب وضرب، والاجنحه عشان بس نحط مسمى للاجنحه زي اجنحه الدفاع اللي هم ظهيري الدفاع اللي هو محمد هاني وعلي معلول، واجنحه الهجوم اللي هم الكابتن بيرستاو والكابتن عبد القادر. وتعالى نتكلم في الموضوع ده دلوقتي ايه بسرعه جدا. اجنحه الهجوم دول مش بس مسؤوليتهم الحنيكه اللي هم بيحنيكوها، بيرستاو بياخد الكوره بيفضل يروح بالراحه 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 لحد ما يرجع الدفاع لحد خط الجون وبعدين قرار ما بنلاقيش. احمد عبد القادر هنتكلم على لعيبه واحد واحد بس كمان شويه. احمد عبد القادر بيعمل نفس الحكايه، اروح قرار ايه مش عارف، انا بيلف ويرجع تاني يلد المعلول، يلف ويرجع تاني يدور على السوليه فتتقطع، الواد يخش يديله واحده يطيره وياخد. فده مش وظيفه الاجنحه، هذه الحنيكه مش وظيفه الاجنحه. الاجنحه وظيفتها الرئيسيه هي صناعه الفرص ليها وللغير. سلام عليكم وعليكم السلام. صناعه الفرص ليها وللغير. يعني انا من ناحيه الجناح بتاعي، يعني انا جناح بعرف اروح واعمل اوفر، انا جناح اشول بلعب وينج رايت فبلعب برجلي الشمال مفتوحه فبروح واعمل اوفر، تمام، دي صناعه فرص للغير زي الفل يعني. او انا ايمن فبضم واروح كريستيانو رونالدو، دي صناعه فرص لنفسه وللغير، ده وظيفه الجناح. انما وظيفه الجناح اللي يمشي اللعب بس واللي يخليني اعرف اروح عند الجون بس، كل الحاجات دي بس، لا دي ليست بوظيفه الجناح. ونكمل بقى كلام على الماتش. ده عشان كده الاهلي ما نجحش الشوط الاول، اللي هو انا عمال انتوا عايزين تيجوا تعالوا يلا هنرجع احنا ال 10 نقف ان شاء الله عشان نروح بمرتده. وانت عمال بتروح بتاخدهم وتروح، ولا انت عارف تروح ولا انت عارف نتكلم على كولر. مارسيل كولر كان مميز امبارح، شئنا ام ابينا يعني، اذا كان في التشكيل ولا في التغييرات، ولا بلاش التغييرات وبلاش التشكيل، في ادارته للمباراه. ايوه هو كان داير المباراه كويس. انا هعمل ايه طيب؟ انا هقعد ازقهم لحد قدام. بعد كده في شويه قرارات من اللعيبه ان بيرستاو لما يروح لحد منطقه الجزاء يلاقي محمد هاني في ظهره ويلاقي اكرم توفيق قدامه، وفعلا كان احيانا بكتير بيلاقي محمد هاني في ظهره واكرم توفيق قدامه، بس هي قراراته الفرديه علقه قوي يعني، فكانت بتطلع كوره زي الخرا. نفس الحكايه هناك عند معلول مع احمد عبد القادر وكابتن عمرو سولقه، كان بيحصل كده نفس الموضوع، بس القرارات الفرديه اللعيبه زي الطين، لما بتتحسن بيعمل اوفر زي علي معلول اللي عمله وبيجي جون، ما اتحسنتش خلاص هتبقى اوفر معفنه. فالراجل عرف يوديك لحد كده بس، وبعدين خد قلم، هو القلم بقى ده اللي فوق اللعيبه. بعد كده كولر خلاص، انا دوري كمدير فني خلص عند 1-0. والله ما بهرج، انا عايز احافظ على ال1-0 او اغطيه بواحد واثنين وثلاثه، انما ان انا افضل داير الماتش بنفس الطريقه اللي كنت بدير بيها لا، ما انا خلاص رده الفعل هتبقى مختلفه زي ما كان المعلق بيقول امبارح، فخلاص انا ما عنديش حاجه ابكي عليها، فالملعب هيتفتح، فانا محتاج ان انا احافظ على الجون ما يتردش بجون تاني، ابقى مضطر ان انا اجيبه. نهار ازرق نهار ازرق لو كان حصل. فانا خلاص انا جبت جون الحمد لله. الكوره بتاعت الكابتن محمد عبد المنعم اللي الجون امبارح صد كل الكوره اللي جت عليه تحت وفوق، وجت الكوره بتاعت محمد عبد المنعم اللي خالتي تصدها ما عرفتش تصدها، الحمد لله رب العالمين ان هو انا مش عارف ايه، انا بتاع يد ولا بتاع طايره، المفروض اخدها احطها في الباسكت ولا اعمل ايه، فدخلت الحمد لله يعني. بس يعني البروتوتايب بتاع محمد عبد المنعم علي معلول ده ممتاز جدا، بيحصل هو من اليمين ومن الشمال وفي ماتشات حاسمه وفي ماتشات حساسه، عشان كده الجون بتاع امبارح ده هو اللي فتح الماتش، هو اللي خلى الاهلي شكله حلو بعد كده، حتى اللي خلى التغييرات شكلها حلو. طيب كولر لعب بايه عشان ما نقعدش نهري كتير، كده كده الموضوع التاني هياخد فيديو لوحده، ممكن اعمله دلوقتي بالمناسبه يعني، بما اني قاعد مستني هؤلاء الاشكال الوسخه اللي انا مستنيهم، فممكن اعمله دلوقتي. بس خلينا نقفل الموضوع ايه، نكمل على الماتش. التشكيل والخطه والكلام اللطيف اللي احنا بنحبه. امبارح ابتدى بمصطفى شوبير، عظمه العظمه زي الفل يا شوشو، 100 100 ما عندناش اي مشكله معاك خالص. محمد عبد المنعم ورامي ربيعه، لو احنا هنتكلم على قد الماتش، محمد عبد المنعم ورامي ربيعه الاثنين عملوا ماتش مميز جدا. محمد عبد المنعم ما تفلسفش كتير فطلع كور كتير مظبوطه، فادى الدور اللي احنا كنا بنحبه يقديه من زمان. رامي ربيعه كان على قد الماتش والحميه والقوه والضرب والخبط فكان 100 100 رامي ربيعه امبارح يعني، في زي الفل وكلين شيت في 100 100، بغض النظر عن الكوره اللي جه منها الجول، لو ما كانتش جت في دلوقتي كنا تلوحنا. يلا محمد هاني عمل الدور، وانا خلاص مش هنتكلم بقى على تطور اللعيبه قد ايه، شكرا عشان احمد حسن كوكا اداني قرار في رقبتي كده، او اداني خنجر في رقبتي، فانا مش هنتكلم عن تطور اللعيبه، اللعيب اتطور ما يتطورش. امبارح محمد هاني ماشي عمل اللي كان بيعمله احسن يعني، اداؤه اتطور ب 3 جنيه ونص عما كان بيعمل قبل كده، ان هو كان بيعرف يروح، بعد كده قراره ما بيروح بيعمل اوفر زي الخرا، بيعمل عرضيه زي الزفت، بيعمل قرارات متخلفه عقليا، واداؤه الدفاعي مميز زي ما هو محمد هاني. بنتكلم على اداء الماتش امبارح، حاجه محمد هاني حاجه جميله جدا. علي معلول عمل اللي احنا كنا بنطالبه يعمله بقالنا
بقالنا 10 سنين يعني، ساعه ما علي معلول كبر من سنتين كده ولا حاجه، وانا بطلب علي معلول يعمل كده. استخدم ذكائك على راي الليمبي واشتغل بذكاء يا كابتن علي، مش لازم خلاص صحه وقوه عشان ما فيهاش. فامبارح لما انت عملت كده، عملت جونين وعملت ماتش حلو فشخ، وكنت بتهرب من الاحتكاك البدني بكل قوتك. لما كانت بتجبرك الظروف كنت بتحتك بدنيا، بتقع مره بتاخدها مره زي الفل، العيال صغيره وافارقه كده ومتغذيين وبتاع. انما تفضل طول الماتش تلعب كده، لا مش هياكل عيش حتى مع البنك الاهلي. فلازم نعمل كده، نلعب الماتشات اللي نلعبها او الدقايق اللي نلعبها من الماتشات نلعبها بدماغنا كده، عشان احنا كده كده مش هنكمل 60 دقيقه من دلوقتي ورايح، ولا بد من وجود بديل لعلي معلول. ارجوكوا ارجوكوا ارجوكوا. طيب نص الملعب، اقسم بالله قبل الماتش بساعه اول ما شفت التشكيل او شفت نص الملعب، لا يعني لماذا نحن هنا وحياه ربنا؟ اول حاجه جت في دماغي اخبريني يا امي ماذا عملنا سيء في حياتنا عشان يبقى نص ملعب النادي الاهلي في قبل نهائي كاس افريقيا، كاس الدنيا دوري ابطال افريقيا 2024 مكون من احمد حسن كوكا واكرم توفيق وعمرو سوليه، مش في اخره مش في عزه خالص. اخبريني يا امي ماذا فعلنا لان نص الملعب بتاعنا يبقى عامل كده. وتفكر في البدائل، بدائل ايه ده؟ قهر بعد حزن. ده احنا اكتشفنا صفقه امام عاشور دي مش سوبر، دي سوبر لوكس. ده امام عاشور حطه في نص الملعب وجنبه اي حد. هتحط مروان عطيه زي الفل هيساعدك شويه، مش هتحط مروان عطيه تحط كوكا وراه، ولا هتحط اكرم توفيق وراه وجنبه قفشه جنبه نيدفيد جنبه. امام عاشور بيظبط نص الملعب، بيعمل ليه شكل بشكل، وهو لسه ما بقاش امام عاشور بتاع احسن فتره ليه في الزمالك قبل ما يحترف، لسه ما بقاش. وامبارح كان بيلعب بشوكو سكين عشان رجع من الاصابه، فتمام مقبول يعني. بس يعني الراجل بيعرف يحرك، بيعمل الدور اللي متهيئ لينا ان الونجات بيعملوه صح. اصل الونجات لما تاخد الكره وتروح يا شباب عشان تبقوا بتفهموا، بس الونجات لما تاخد الكره وتروح هتعمل لمين؟ هصنع فرصه لمين؟ للمهاجم او لحد جاي من ورا بس، صح؟ انما لعيب نص الملعب اللي دوره انه يحرك الفرقه، اللي رقم 8 رقم 10 رقم 6 رقم 5 رقم اي رقم في نص الملعب يعني، اللي بيقرر ياخد الكره ويروح. هذه المروحه بتفتح للونجات ان هم يفتحوا الملعب، فيعرفوا ياخدوا مدافعين معاهم، فيعرف حد يسقط من النص في المربع دارك والحاجات اللي يقعدوا يقولوا للجماعه المحللين دي في مربع 14 مربع 17، ما بفهمش في الكلام ده يعني، مش عايز اتكلم فيه يعني. فخلي الموضوع في السيمبل، فيعرف انا معايا الكوره فقدامي عدد اكبر، انما الراجل الوينج معاه الكوره فقدامه عدد اقل والمسافات اوسع، انما الراجل نص الملعب لما بيروح معاه الكوره وقدامه عدد اكبر من اللعيبه فالفرصه بتبقى متاحه بشكل احسن. فنص ملعب النادي الاهلي ما كانش في حد يعمل كده امبارح، حاجه تقرف. اقسم بالله العظيم عمرو السوليه هيلعب على الواقف يا جدعان، هيلعب على الواقف. الراجل كبر ربنا يديله الصحه، ما ينفعش تديله اكتر من كده. الراجل قعد 4 سنين متواصله بيلعب مره مع بعض، فالراجل ادى للاهلي ما عليه وزياده، فاحنا المفروض نحترم سن عمرو السوليه ونديله وقت قليل. مفيش حد مودريتش، فككم من الهري اللي انتم بتفكروا فيه ده، واصل مودريتش بيلعب لحد سن، يا عم فكك. مودريتش ايه؟ ما بياكلش طرب بالليل مودريتش، خلينا مكتوبين بخرا. الموضوع مختلف عننا وعن اللعيبه الاخرى المحترفين في الدوريات اللي بياخدوا فلوس كتير قوي، وعندهم نيوتريشنست وعندهم مش عارف ايه ومدلك ومهلك ومركب والحاجات اللطيفه دي، محلل اداء ومحلل شخصي ما عندناش. فدول اللي بيعرفوا يعمروا، احنا ما بنعرفش نعمر عشان بناكل طرب بالليل، بتتعزم عند خالتي يوم الجمعه بتعمل لنا بط والدنيا بتبقى لطيفه يعني. مهما كان اللعيب ريستريكتد هو مصري عنده حته تفاصيل كده بتيجي مع الشبع والفلوس، وربنا يرزقهم يا رب ويكتر رزقهم. اكرم توفيق مان اوف ذا ماتش، مان اوف ذا ماتش، احسن لاعب في الماتش، احسن لاعب في الماتش، احسن اداء، احسن اداء. حاجه جاب شال الكره من على خط الجون وجاب جون، يعني ما فيش احلى من كده يعني. لو بالارقام راجل شال الكره على خط الجون في وقت في منتهى الحساسيه، وجاب الجون الثالث اللي يخليك تنام وانت مطمن في الدقيقه 109 ولا في الدقيقه 99 ولا حاجه كده. فالدنيا مانجا يعني. طيب على قد الماتش 100 100، وانا مش بتكلم وجود واحد زي اكرم توفيق في الفرقه، ايوه وجود ضروري، بس اكرم توفيق قدم كوره امبارح؟ لا. اكرم توفيق لعب على الارض كوره زي اي رقم 8 ما بيلعب؟ لا. اكرم توفيق عمل اللي بيعمله مروان عطيه في انه يعمل واحده ولا واحده ولا واحده للمهاجمين لعب لقدام؟ لا. اكرم توفيق على قد الماتش الضرب والتغطيه والرجوله والشراسه والشورت المرفوع كان زي الفل. ولما بقول كده يا جماعه هي ايه امكانياته؟ احنا مش هنحور. لا انا بطلع اتكلم في البتاع، انا متاكد مليون في الميه ان في مليون واحد بيفهموا اكتر مني وعندهم معلومات اكتر مني، بس مش عارف ما عندهمش حاجه عندي، هي كده. فالراجل ده خلاص ما تشتريش بقى الحاجه اللي مش عندك دي، عشان في الاخر هتقلب ريهام حجاج.
مش عايزين حد يقلب ريهام حجاج. ما تشتريش اللي مش عندك، احترم اللي عندك وطوره، وطور الباقي اللي حواليه اللي يخليك تعرف تبقى احسن. انما تبص في رزق الناس مش منطقي. الراجل اداؤه كده، هيكبر على كده. وبغض النظر ان اللعيب ده ما بقاش موجود، ديونج ما بقاش موجود بتاع هولندا، مش عارف، جاتوزو ما بقاش موجود، سكرانو ما بقاش موجود، عايزينهم يبقوا موجودين ماشي خلاص. هو الراجل ده وجوده في الفرقه بهذا الوضع، بهذه القوه، بهذه الحساسيه، حاجه زي الفل، حلو جدا تتمناه. انما هنقعد نقول ان اكرم توفيق بديل لامام عاشور، واصل اكرم توفيق عمل ماتش عالمي وجاب جون وما خدش كوره واحده راح بيها زي الناس، ما حصلتش. ما طلعش باص لقدام تحس بيه بسنه خطوره، بسنه رؤيه، ما حصلتش. طب احتكاكات كلهم، افتكاك بدني قوه كوره من على الجون عسل. عمل اكتر من كده لا، مش هنحور عشان عيب. وتاني مان اوف ذا ماتش وياخد احسن جايزه وكل الحاجات، محدش اتكلم فيها. كابتن احمد حسن كوك ده بقى ال بالنسبه لي يعني انا لسه بدري، لسه بدري. انا عارف عن ان انا طلبت منه انه يبين تطوره اكتر من كده، مش عارف طلبته منه ازاي، هو ابن خالتي. المهم يعني انا طلبت او توقعت او تمنيت ان تطوره يبان اكتر من كده، عشان ما يحسنيش ان انا كان وجهه نظري خطا، وجهه نظر الكثير من الاشكال وفق اصدقائي صح، ان هو لا وعلى قده وبتاع ونيدفيد جديد والكلام اللي كان الناس بتقوله. لا انا كنت شايف انه لعيب برومسنج جدا. ليه؟ عشان هو طلع من 5 ل 6 ل 7 في وقت كويس وبريت معقول، بريت معقول، وابتدى يحسسك شويه ان حمدي فتحي وجوده ما بقاش مؤثر قوي. فهو وقف عند 7، مش عايز اقول ابتدى ينزل، بس هو وقف عند 7. فما تقدرش تقول ابتدى ينزل ليه، علشان وسط الملعب مش كامل، وعلشان البطولات المتتاليه وقبل نهائي في نهائي وانت ما بتطلبش منك اكتر من كده فمية مية. هنبتدي نقول انه مؤثر، ان مؤثر او مؤثر امتى؟ لما الدنيا تظبط ويبقى في ماتشات دوري كده على الراحه وماتشات منتخب ومش عارف ايه. انما قبل نهائي، في قبل نهائي، في نهائي، في بطوله، في كاس، في زمالك، في بتاع، مروان مش موجود ونص الملعب واقع تدي له عذره، غير كده لا. ومش هقبل. وانا بقى ايه، ادينا قاعدين، انت راجل بتلعب في الاهلي يعني مش في زد، فانا هشوفك كتير وهتشوفني كتير، فاحنا قاعدين مع بعض كده لحد ما نشوف حضرتك بتطور ولا حزن على قهر. ماشي، ده الجزء اللي يخص السيد احمد حسن كوكا. تعال نطلع قدام. بيرستاو، مع بيرستاو، ما هو رجع لعيب محلي تاني. هو كان لعيب برايتون، دلوقتي رجع لعيب سان داونز. بس عشان انا مش قادر بقى خلاص. هو بيرستاو طبعا بالطلع والنازل، وانا قلت ان بيرستاو لعيب كبير واحسن لاعب في الاهلي ومحترف وحلو، يستحق الدولار ويطلع في المحور. انا ماشي على المحور النهارده، ما فيش غير تاو خالد عليش وبيرستاو في حياتي. انا كنت متخيل ان كولر هيلعب بيرستاو وخالد عيش، مش بيرستاو واحمد عبد، لا بيرستاو وخالد عليش، من كتر وجود خالد عليش على المحور مع تاو البسكوت الجديد ده. فهو لا، هو جه عمل الاعلان بس ما عملش حاجه تاني. ده في منتهى الضعف يعني. نقول على قد الماتش والارتداد الدفاعي، وكان بيرجع زي الفل، عشان برضه نتكلم على قد الماتش 100 100. الارتداد الدفاعي سكر، بيعرف يقطع الكوره، الافتكاك، وبيعرف يروح يزق الفرقه لقدام حتى لو كانت قراراته الفرديه قرارات عره. بس خلاص مش هنتكلم في الموضوع ده. احمد عبد القادر نفس الموضوع. انت تقدر تقول احمد عبد القادر رجع بقى لاحمد عبد بتاع زمان واللي مش عارف ايه، تقدر تقول انه كان زي الخرا، الاثنين في ايدك وتقولهم، والاثنين بقلب جامد عادي جدا. هتقول انه كان لعيب كويس وكان مؤثر، ايوه هو كان امبارح كان كويس وكان مؤثر، كان احسن من اداءات كتيره احمد عبد القادر عملها قبل كده. طيب هتقول ان هو ده وينج الاهلي اللي انت بتتمناه؟ لا انا ما اتمناهوش خالص. قلنا الوينج اللي بيصنع لنفسه وبيصنع لغيره. الوينج اللي بيحنك ده، دي فيتشرز، دي حاجه زياده فيه. يعني هو يكون بيصنع لنفسه بيصنع لغيره وبيتحنك، بيصنع نفسه بيصنع لغيره مهاري، بيصنع نفسه بيصنع لغيره وشوطه جامده، بيعرف ايه وبيلعب ضربات جزاء، بيصنع نفسه يصنع. انما هتقول بقى ايه، يصنع نفسه يصنع لغيره يعني ارتد دفاعيا زي كل اللي بيلعبوا في مورينيو والجات اللي بيلعبوا في مورينيو في تاريخه، مش عارف يصنع نفسه يصنع لغيره ويعمل. انما هتقول بيعمل كذا وكذا وكذا وما بيصنعش لنفسه وما بيصنعش لغير، اروح بقى انا اقعد جنب خالتي في البلد. مش هينفع، مش هينفع. لازم يكون بيعمل الحاجه الاساسيه. الاكل وظيفته انه يشبع، اكل وظيفته انه يشبع. اكل بقى في مصمت، اكل في قهوه بلدي، اكل عند خالتك، كله زي بعض. المهم وظيفته الرئيسيه انه يشبع. فوظيفه الاكل الرئيسيه، معلش المثال ده عجبني قوي، انه يشبعك. فلو ما عملش الوظيفه الرئيسيه انه يشبعك، وعمل وظائف تانية، انه حلو، انه شيك، انه في حته غاليه، انه اول مره تاكله، انه متصور فلوج، ان اي حاجه، بس ما عملش الوظيفه الرئيسيه. انت ممكن تروح تاكل بتاع سكالينوني من اللي كانوا في المسلسل بتاع اسمه ايه، اشغال شقه، وتدفع 400,000 جنيه وما تشبعش، ها تتبسط؟ وطعمه احلى طعم في العالم. انتوا ايه يعني؟ احنا عايزين مع احلى طعم في العالم بطننا تتملي. يلا. فهو الراجل ما بيعملش كده. انما يلا بينا نكمل وبتاع. انا سمعت بس حاجه كده قالها في الراديو وانا جاي دلوقتي.
واحد كان مع ماركو مراد قال ان الف تحيه والف سلام لاداره النادي الاهلي ان هي ما سمعتش كلام مارسيل كولر وقعدت عبد القادر وقعدت محمود متولي عشان اديك احتجتهم وشفتهم مش عارف ايه. انا بس عشان الكلام ده عمل لي كونفيوجن. الكابتن جبر علاء جبر عامل لنا كونفيوجن في دماغنا. هو مارسيل كولر هو اللي قعد عبد القادر ولا كان عايز يمشيه والاداره اللي قعدته؟ عشان احنا سمعنا دي بتاكيد وسمعنا دي بتاكيد، والكابتن احمد شوبير قال دي الظهر وقال دي العصر، فانا مش متاكد بصراحه من انهي موضوع. هو مارسيل كولر كان عايز يمشي عبد القادر واداره النادي الاهلي الحكيمه ما مشيتوش، ولا كان هو مارسيل كولر اللي كان متمسك بعبد القادر بعد الخناقه وقعدنا نقول قد ايه هو منفتح وقد ايه هو محترم مش اختلاف والحاجات دي؟ انا مش متاكد بصراحه انهي واحده فيهم الحقيقيه، فلحد ما يبان بقى مش فارق لي يعني. فعلشان كده وصلنا للموضوع بتاع مارسيل كولر وبتاع نيل عبد القادر. وسام ابو علي، الناس بقى بعتالي بشكل النبي يا عمو قول لنا وسام ابو علي، رايك في وسام ابو علي ايه؟ وسام ابو علي قبل الجون كوم، بعد الجون او في الجون كوم تاني خالص. بمعنى ان وسام ابو علي قبل الجون لعيب بيجتهد وبيصنع فرص لنفسه وبيحاول وبتاع وبيخبط وبيرزع وبيجري وبياخد العالي وبيعمل في النقط الصفراء والنقط السوداء وبيستلم بظهره وبيستلم برجله، بس ما جابش جون. ما جابش جون. فالكلام ده كله وليد ازارو، وليد ازارو سندروم. انا سامع كده وليد ازارو سندروم. تعمل كل اللي بتعمله وما تجيبش جون، وليد سندروم. بس وليد ازارو كان بيجي له كتير وبيضيع، ودي حاجه وحشه. انما هو انت ما فيش فرصه حقيقيه. انت جالك مثلا 4 5 فرص ما جبتش منهم حاجه. الاربع 5 فرص فيهم فرصتين 3 حقيقيين ما جبتش منهم حاجه، فدي حاجه معلش توجعني. وجون مازيمبي يطلعني من البطوله عامل كده، يرجع 50,000 واحد بيعيطوا راجعين في المجاري زي سلاحف النينجا عشان خايفين من الزملكاويه. ما كانش ينفع صح؟ فاحنا محتاجين اللي يجيب جون. عشان تاني ابتديت الناس تقول واحنا الاهلي بقى عنده مهاجم، كابتن وائل جمعه قال كده الاهلي بقى عنده مهاجم بعد الجون. قبل الجون الاهلي ما كانش عنده مهاجم والراجل لسه بيستوي وبتاع، وبعد الجون نستنى ان يعمل حاجه زي دي مره مرتين 3 كمان. انما ايه، هنفضل عايشين على اللي هو عملها الشعلبه بتاعت ماركو زلاتان ابراهيموفيتش؟ مش هنخلص عشان مش هينفع، عيب. عايزين حاجات متطوره اكتر من كده. وجهه نظري التي ليها اهميه جدا. انما تقدر تقول ان الراجل وحش؟ لا، ده الراجل جميل وعظيم وبروميست جدا، ومش علشان فلسطيني بس، على راسنا، بس مش عشان كده بس، ومش عشان فنلندي، ومش عشان بتتوز، ومش عشان شكله حلو، مش عشان ستايله حلو، ومش عشان بيتكلم نص فنلندي على نص دنماركي على نص انجليزي على نص مصري عربي، وبيحب المقلوبه والفتوش وبيسهر مع كهربا والحاجات دي. ده على سيره كهربا، لو ما كانش وسام علي جاب الجون ده وكان كهربا نزل هو اللي جابه يختي وربنا كنا شفنا صويت والطيم. ان ازاي تقعدوا كابتن رضا عبد العال فشخنا، ازاي تقعدوا العظيم الشقلوط كهربا ده؟ ما حصلش. شفت نزل عمل اوبا لا جت جول. انما بركه ان الواد اللي جابه كهربا نزل اتشقلط شويه وخلاص حنكشه يعني. كهربا الحنكوش بعد ما الفرقه اصلا كانت خدت ميكروباص وراحت قعدت بانت خيم عند شوبير، فهو قعد يحنكش شويه كده كان هيجيب واحده حلو اللي كان يعتبر في الراجل. ف تقدر تقول بقى المهاجم النادي الاهلي، مهاجم النادي الاهلي ده حاجه حلوه وده ينفع، ده خلاص الاهلي بقى عنده مهاجم. وهو امتى؟ لما يحصل حاجات زي كده، لما كل فرصتين 3 تجيب جون. بس كنت عايز تجيب موليكا ليه؟ انا كنت هموت على موليكا ليه ان شاء الله، عشان هو من كل فرصتين بيجيب جون، كل 4 فرص بيجيب 3، كل 5 فرص بيجيب 2، كل نص فرصه بيجيب حاجه كده. وبتشقلب بقى تاني عشان دي مواصفات المهاجم. المهاجم المحطه حطه يا بطه، المهاجم السريع يروح يلعب مع اوشن بولت، المهاجم اللي بيرقص كيرشو بقى قد كده هو ونيمار في عيد ميلاد اخته. عيد ميلاد اخت نيمار اكيد اليومين دول، ما هي اصلا كده كده عيد ميلادها دايما موجود يعني، فاكيد عيد ميلاد اخت نيمار اليومين دول، فهو ده. انما المهاجم اللي بيجيب، المهاجم اللي بيخلص، المهاجم اللي بيعمل كده وبعدين بقى اي حاجه، بعدين عنده 10% محطه و10% سرعه و2% مش عارف ايه. طيب تقدر تقول ان الراجل ده ما طلعش كل اللي عنده؟ الراجل ده ما طلعش كل اللي عنده ليه؟ عشان ما عندوش مهاجمين، ما عندوش وينجات حلوين، ما عندوش وينجات يصنعوا له فرص كتير. فنعرف نقول الراجل ده بيجي له فرص كتير بيسجل منهم قليل، فمحتاجين يعلى، او هو بيجي له فرص خالص فبيسجل كتير، فالراجل ده جامد فشخ. انما هنفضل قاعدين في المرقعه دي. الولا اسماعيل ابني كان عامل لعيب في البلاي ستيشن، وبعدين قررت ان انا اقعد اهرج معاه وزودنا الباورز بتاعته مش عارف ايه، بقى ينزل بيخلص ماتشات لوحده. هل احنا بنلعب بلاي ستيشن؟ هل هنجيب ماليلو اسماعيل مسميه ماليلو في البلاي ستيشن ونجيبه نلعبه يعني؟ هل مش هيحصل؟ احنا محتاجين الراجل اللي هيجي ده يبقى حواليه شويه ناس عشان على الاقل التاقلم، يعرف ايه مازيمبي، يعرف ايه وسام ابو علي ده عم مازيمبي، يعرف ايه. فلازم يبقى عنده مهاجم وينجات ولاعيبه نص ملعب بيساعدوه ولسه ما حصلش. حسين الشحات لسه ما رجعش، برستاو لسه مش في حالته، رضا سليم لسه ما وقفش على رجله، احمد عبد القادر بيرجع بعد 28 سنه من الغياب، قفشه الله يدي الصحه وطول العمر، عمرو السوليه قرب يعتزل وما بقاش يصنع كتير. بس
حلوين قوي كده. مع عبد العليم القرار بيعتذر، محمد هاني عمره ما صنع فرصه اصلا، فيعني حقائق، دي حقائق. طيب وبكده نبقى انتهينا كلام عن الماتش. انا كنت متخيل فيديو ب5 دقايق طلع 20 دقيقه، الله يخرب بيت الرغي.